4 مديرين كل واحد فيهم عنده خبرة سنين وكلهم وصلوا لنفس القرار، والمشكلة هنا ان القرار نفسه كان غلط، والاغرب من كده كمان ان كل واحد فيهم كان عنده سبب منطقي. طيب ازاي؟ في الحلقة اللي فاتت كان عندنا قرار تغيير مدير المبيعات، الاجتماع كله تقريبا كان شايف ان ده الحل، لكن لما رجعنا الادلة اكتشفنا ان القرار نفسه ما كانش مبني على السبب الحقيقي. وسألنا سؤال: ازاي مجموعة من المديرين المحترفين توصل لنفس القرار الغلط؟ النهارده هنفتح ملف جديد، لكن المرة دي مش هنراجع القرار، هنراجع طريقة التفكير اللي صنعت القرار. الشركة كانت بتفكر تدخل قناة بيع جديدة، والأرقام الأولية كانت مشجعة جدا والفرصة شكلها كويسة جدا، لكن قبل ما نعرف القرار عايزك انت كمان تدخل معانا في الاجتماع ده. تخيل انك قاعد معانا وقدامنا نفس الارقام، المدير التجاري بيقول السوق بيكبر قدامنا، والمدير التسويقي كمان بيقول العملاء نفسهم بدأوا يطلبوا القناة دي، والمدير المالي يقول الاستثمار المطلوب مش كبير، وصاحب الشركة بيقول لو ما دخلناش دلوقتي المنافسين هيسبقونا. 4 آراء وأربع أسباب كلها منطقية، وبعدين اتسأل سؤال: ندخل ولا بلاش؟ يبقى يلا بينا ندخل. اغلب الناس في اللحظه دي هتقول لك دي فرصه ما تتعوضش، لكن هنا فريق ملعب البيزنس ما سالش ندخل ولا لا، سال سؤال غير الاجتماع كله: احنا يا ترى بنناقش القرار ولا بنناقش الفرضيه اللي اتبنى عليها القرار؟ وهنا يبدا التحقيق. تعالوا مع بعض نظهر الادله واحده واحده. اول حاجه: السوق بيكبر لكن نمو السوق ده معناه ان الشركه هتكسب منه فعلا؟ تاني حاجه: العملاء فعلا طلبوا القناه الجديده بالفعل. طيب كام عميل؟ والطلب ده هل هو طلب شراء فعلي ولا مجرد اهتمام وخلاص؟ تالت حاجه: الاستثمار مش كبير بالنسبه لمين؟ لتكلفه الدخول، مش هي الايجار ولا الموظفين بس، في كمان تكلفة تشغيل، وفي كمان تكلفة إدارة، وتكلفة الفرصة البديلة. رابع حاجة: المنافسين ممكن يسبقونا. طيب وده اخطر دليل. طيب ليه؟ لانه بيخلي قرارنا نابع من الخوف مش بناء على معلومات حقيقيه. كل مدير كان فعلا بيتكلم عن حاجه حقيقيه، مفيش حد كان بيكذب، ومفيش حد فعلا كان جاهل، ولا في حد بيحاول يضر الشركه، لكن كل واحد كان بيبص للملف من زاويه مختلفه. المشكله ما كانتش انهم بيفكروا غلط، المشكله انهم بداوا من افتراض ومحدش راجع الافتراض نفسه. القرار اللي احنا بنراجعه كان دخول قناه جديده، والافتراض بتاع الشركه ان دخول القناه الجديده دي بتساوي نمو مربح. استنى، هنا احنا افترضنا ان دخول القناه هيؤدي الى نمو، لكن السؤال الحقيقي هنا: هل النمو ده فعلا هيكون مربح؟ وهنا الملف كله اتغير، لان احنا مش بنراجع قرار، احنا بنراجع الافتراض اللي اتبنى عليه القرار. دلوقتي جه دورك، لو كنت موجود معانا في الاجتماع عندك الاربع معلومات دول، هل كنت هتوافق على دخول قناه جديده فعلا ولا لا؟ هل كنت هتوافق على دخول قناه جديده ولا كنت هتوقف الاجتماع وتطلب الدليل اللي ورا القرار ده؟ في غرفة القرار احنا مش بنرفض الفرص ولا بنخاف من النمو، لكن قبل ما نعتمد القرار لازم نعرف احنا بنبني القرار على حقائق ولا على افتراضات وخلاص. والاغرب من كده ان القرار النهائي ما كانش لا، لكن كان لسه بدري على لان غرفة القرار مش وظيفتها انها تقول للشركة اعمل ولا ما تعملش، وظيفتها انها تعرف امتى يكون عندها دليل كفايه انها تقول اعمل فعلا. الملف ده ما كانش عن قناه بيع ولا فرصه جديده، كان عن حاجه اخطر من كده بكتير: انك ممكن يكون حواليك اذكى الناس وكلهم يتفقوا على قرار غلط، مش لانهم اغبياء، مش لانهم مش فاهمين، لكن لانهم اتفقوا على افتراض قبل ما يختبروا الافتراض نفسه. وعلشان كده في غرفه القرار اول شخص بنراجعه مش الشخص اللي قال القرار، بنراجع الفكرة اللي القرار اتبنى عليها اصلا. طيب احنا كده وصلنا واتفقنا ان الافتراض ممكن يكون غلط، طب ايه الدليل اللي يثبت ان الافتراض غلط اصلا؟ لكن هنا في مشكلة اكبر: احنا عرفنا ان الافتراض ممكن يكون غلط، لكن ايه الدليل اللي بيحدد ان هو يكون غلط او صح؟ لان ببساطة مش كل دليل معانا بيقول الحقيقة. وهنا نوصل لسؤال مهم: ازاي ممكن رقم انت شايفه صح يخليك تاخد قرار غلط؟ وده اللي هنشوفه مع بعض الحلقة الجاية بإذن الله. لكن هنا قبل ما نقفل الملف عايز رأيك معايا كواحد كان قاعد معانا في الاجتماع ده: كنت هتعتمد قرار فتح قناة بيع جديدة فعلا ولا كنت هتراجع الأدلة الأول؟ اكتب قرارك في التعليقات وقارنه بقرار ملعب البيزنس. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس بنشوف في مشروعك اللي أنت مش شايفه.